الصباح المحاولات المستمرة في بناء روتين صحي. ما زال برنامج نومي ملخبط وما زالت محاولاتي قائمة لتنظيمه، وكالعادة لكي أتحمس للإنجاز وأنطلق جهزت فطوري الحالي المفضل واستمتعت به أثناء تدوين صفحات الصباح. حماسي للتخطيط يفوق قدرتي على الإنجاز حاليا، مع ذلك أحتفظ بهذا الشعور بداخلي على أمل أن يدفعني في أقرب فرصة لأودع الكسل وأبدأ. عندما تحل علي فترات ركود كهذا أحب تذكير نفسي بأن الخطوات الصغيرة هي ما تصنع الفرق عادة في حياتي، فأقوم بها وأعاملها معاملة قطع البازل التي أعرف بأنها عندما تجتمع بالبقية ستكون الصورة المثالية التي أبحث عنها. فلا بأس إذا اشتريت اليوم لوازم الأكل الصحي وبدأت أكله غدا، ولا ضرر إذا غيرت شراشف اليوم وكرست وغسلت في الغد. ليس تبريرا للتأجيل طبعا، ولكن مواساة لنفسي التي تجلد ذاتها وتشعر دائما بأنها ليست كافية وغير منجزة. وعندما تكون نفسي متعبة وتخارق واي أركز على الأقل على الالتزام بأمر واحد ليكون دافعي ويواسيني وحجة لي على نفسي. إذا قررت يوما ما تأنيبها أو إشعارها بأنها تقصر فقط لأنها بحاجة لفترة نقاهة وراحة، بعد يوم طويل صالحت نفسي وتفهمتها، شحنت طاقتي وهكذا انتهى اليوم.